هتام ضاق الكون من حولي وشاهدت الغضب ماشي وكن الأرض باتطبق عليا بالسحاب. كني مقيد حطي الحاجب بمعضاف الركب نادم على شمدري ولا لي علم ليش الاكتئاب. هذا الندامة لأن موجودي على الدنيا ذهب سبوا رسول الله وانا شاهد على من فيه عاب. ما قدرت اسوي شي ولا يا نفسي ادركت السبب ماذا اقول له ويش يوم البعث واقول للصحاب. قمنا وقدرنا وقلنا الحكم لاصحاب الادب لكن بعد الصمت ما حصلت من وجه الغراب. هدوا عزايمنا والاعراض على الوجه ذي تنسحب نالوا من السنه وباعوا كل ايه في الكتاب. كفا تسوونا ولم باتصلونا يا عرب حتى النبي سبوه وانتوا ما ضربتوا له حساب. قصيدة كلمات الشاعر القدير عبد الله عبد هتام القضاضي تعبر عن إساءة الغرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان كفا تسوونا يا عرب. يلحنها فايز أبو شمس يعزفها أبو خليل عبد فرحان ويقحها زبيد عبد فرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس ذمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. ماشي وكنا الأرض باوا تطبق عليا بالسحاب. كني مقيد حطي الحاجب بمعضاف الركب نادم على شمدري ولا لي علم ليش الاكتئاب. هذا الندامة لأن موجودي على الدنيا ذهب سبوا رسول الله ولا وشاهد على من فيها عاب. هذا الندامة لأن موجودي على الدنيا ذهب سبوا رسول الله وانا وشاهد على من فيها عاب. ما قدرت اسوي شي ولا يا نفسي ادركت السبب ماذا اقول له ويش يوم البعث واقول للصحاب. قمنا وقدرنا وقلنا الحكم لاصحاب الادب لكن بعد الصمت ما حصلت من وجه الغراب. قمنا وقدرنا وقلنا الحكم لاصحاب الادب لكن بعد الصمت ما حصلت من وجه الغراب. هدوا عزايمنا والاعراض على الوجه دي تنسحب نالوا من السنه وباعوا كل ايه في الكتاب. كف تسوونا والان باتصلونا يا عرب حتى النبي سبوه وانتم ما ضربتوا له حساب. نعم كف تسوونا والان باتصلونا يا عرب حتى النبي سبوه وانتم ما ضربتوا له حساب. انهار الاسلام والمخوه والاهالي والصحب ما يوم كلمة حقية وعرفها ذهبي والإياب. يهناه من باع المعاويشه والمذلة واكتسب ذي هز قوم ابليس وملا ارض باريس ارتعاب. صلوات الله عليه. يهناه من باع المعاوي
ويشه والمذلة واكتسب فيها الزقوم ابليس وامل الارض باريس ارتعاب يستاهل التمديح والتمجيد منا والرحب يا ذروة الخطاب دامتي دام قمتي بالجواب ما صامت بيناتنا لا ذروتك يا بلهب ذي باع والمبدا وفاك كون الدناسة ألف باب ما صامت بيناتنا لا ذروتك يا بلهب ذي باع والمبدا وفاك كون الدناسة ألف باب تبت يداهم بعد ما تبت يدك تبا وتب باع العرب واليوم صرنا نلتغت مثل الكلاب تبت يداهم بعد ما تبت يدك تبا وتب باع العرب واليوم صرنا نلتغت مثل الكلاب غادرت يا صدام واليوم شوف حكام العرب مثل النعم يا حيث حطوا رؤوسهم بين التراب غادرت يا صدام واليوم شوف حكام العرب مثل النعم يا حيث حطوا رؤوسهم بين التراب قاداتنا بعدك فقاب متمسكة رؤوس الرتب لكن بلا هيبة تلاب بدينها وقت الصعاب يا للعجب صارت لحوم الصقر تنهشها العقب والضاني يوم ختان راعيها تعشتها الذياب يا طير ماضي في سماتك بالنبي قل للعرب عتشيلهم غيره تغيرهم ونخوه واحتساب فكيت والمختار عرضه لليهد من سب فين الكرامة فين طارت مننا مثل السراب لا ظل شمل الصف موت بعثر فيه ذات اخترب كفلا تخربها متى قتني على راسك خراب ما بيت اشوف العزة الا في حزامي والجعب ولا فعاد الذل قادم بالسلاسل والسلاب واشبع نقول يوم القيامة لابن عبد المطلب أو يوم يقول الله في مهدرت عمرك والشباب الكل مسؤولين عن هذا وما حد محتجب كل يفعل في حياته للممت قبل العقاب كان المثل بالعرب في عهد المهلب ينضرب وايام صلاح الدين وطارق كل قايد ما يخاب واليوم خيبه دين غطيها وترجع تقتلب ما عاد يفيد العيب لا قدبان من تحت الحجاب يا أهل اليمن يا عزوة المختار يا خير الشعب أنتم رجال الله وأنتم ثمن السبع العجاب أنتم متى نادى المناد أنتم تعزوا من غلب
وانتم تنادت عطوش الأرض تسقيها السحاب. عز الله اني ما قصدت الا بهطلبكم طلب، والحق يبقى حقنا ويهدى على حتف الرقاب. عز الله اني ما قصدت الا بهطلبكم طلب، والحق يبقى حقنا ويهدى على حتف الرقاب. صيروا على مذهب ومن خالف لمذهبنا ذهب، ولا فقد دقت نواقيس الخطر من كل باب. وازكى الصلاة لك يا من الله فضلك وهدك وحب، يا خير كاين كان